الا كنا حنا هما الحالمون في 2022 اننا خلينا العرب خلينا افريقيا تحلم انه ذاك الانجاز ديال الدومي فينال ممكن. اليوم ولينا الحالمون بطريقه فيها ابجريد فيها عمق اكثر، انه غيرنا ثوابت تكتيكيه. قلنا لكم الافريقيا والعرب والعالم كامل فوالا هولندا الكره الشامله اللي عندها 60 عام ديال الكره. 60 عام راه صعيب تلقى 10 الماتشات وتجمع 10 الماتشات لهولندا، عطات الاستحواذ بنسبه كبيره للمنافس. البارح 70% ديال الاستحواذ بسبب نوع ما فلسفه تكتيكيه. في الحقيقه كومان فاجئ حتى وهبي، فاجئ الجميع بنظام تكتيكي فيه بزاف ديال الحضار، بزاف ديال الاحترام، الا ما بغيتش نقول بزاف ديال الخوف. تفلسفه هي مي ما كانش تفلسفه في الخوا الخاوي، لا كانت عندها اهداف، لانه هو امن انه يقدر يربح الماتش بهذه الطريقه هذه ويسرق الفوز ويخلي لنا حنا الكره. وكان ممكن انه يديرها. ما كانش عندنا نقاط ضعف، اكثر ما كانت عندنا دي مومون ديال المعاناه. الفكره ديال كومان كانت بسيطه، هي هذه: يلعب كره طويله ومن انيلي ذاك الخط الثاني ديال المنتخب الوطني المغربي ومباشره يقلب على الخط الدفاعي ديالنا، وكيعرف كيفاش يحفز الضغط على ذاك الخط الدفاعي او يدير تحفيز عددي على ذاك الخط الدفاعي. كما غنشوفوا 4 ديال اللعابه ديال هولندا بمهام هجوميه على 4 ديال المدافعين. ما عندناش هنا مدافع اللي يدير تغطيه. اللي مسؤول على التواصل مع البلاصه هي بوعدي، وهذه هي المومون اللي استغلها. فاش كانوا كيلعبوا جهه ديوب كان واكل الجو، لانه ديوب هنا كما نشوفوا ربح كاكبو، ربح بزاف ديال الكرات بحال هادو وحمانا، لانه كون خسرهم كاكبو مباشره فولا حتى اللعابه غيمشيو في الظهر. وهذا الشيء اللي وقع في البيت تقريبا، لانه غير بروبي دخل المهاجم وغير بزاف ديال الحوايج. ديما كنهضروا على التواصل ما بين جوج ديال المدافعين وبوعدي. هذا التواصل فين استغلوا في الجهه ديال شادي رياض، لانه في الجهه ديال شادي رياض حط المهاجم ويمطو عنده غارديان اللي كيلعب برجليه مزيان، كيعرف يوصل الكره في ليسباس الصحيح كما غيدير هنا. وغيستغلوا هذه المساحه هذه اللي سوء تفاهم او سوء تمركز ما بين شادي رياض بوعدي. وشوفوا كيفاش غيستغلها سامرفيل اللي كان هارب على مزراوي. شوف سامرفيل ضرب الظهر ديالنا، بان الظهر ديالنا، وديوب كان مع كاكبو مشغول بالرقابه ديالو. دونك فاش بغى يدير لا كوفرتور ديوب هنا ما كانش مرتاح باش يدير ديك لا كوفرتور. دونك فاش مشى صافي خصو يمشي، بقى كاكبو بوحدو بديطاي ديال انه مس كره. سامرفيل لعب كاليتي كبيره، هولندا عندها لعابات كاليتي كبار صراحه، ماركاو البيت ديال التقدم. مي هنا نهضروا علينا حنا مع وهبي، هنا فين كيبان المدرب عنده استراتيجيه تكتيكيه واضحه، مدرب كيامن بالافكار ديالو. الا غنخسر بهكا، الا غنربح بهكا. شوف هنا ديما حنا بقات 10 دقائق خاسرين هكا لاعبين، بقات 7 دقائق بشويه علينا. الصبر، لعب كره بنظام ديال 3 لا لين الثانيه ديال 2، وكنقلبوا على التواصل في الليله الاخرانيه ديال 5. شوف ما تخربقش، ما تقلبش على كره غير هكاك ما بين الخطوط، بشويه عليك قلب حركهم، غادي توصلوا. ديما حافظ على لا ستركتور تاكتيك ديالك. وكان هذا هو السلاح الابرز، وهو السلاح ديال المنتخبات الكبيره اللي كتامن بالفلسفه ديالها. شوف هنا بني بشويه علينا، ولكن ما غيبقاش ستاتيك، غيغير في مومون معين. شوف هنا فاش غتوصل الحكيمي متى غنديروا باس نغامروا به ما بين الخطوط، فاش غيكون عنده دوموند هنا في لانترفال ما نجحاتش عاود. ولكن هذه المره غنعاودوا غنغيروا تفاصيل صغيره. اشنا غنغيروا الخط الاول ديالنا، ما يبقاش بثلاث لعابه، غيولي بجوج، والخط الثاني غيولي بثلاثه لعابه. علاش؟ لانه الخط الثاني بغينا نشغلوا كاع لي شين ديال الملعب، خصوصا انهم هما ضاغطين على مهاجم واحد، دونك كافي لعب واحد زايد. دونك شنو درنا؟ مشينا ابخي درنا حاجه وخرجنا، هي انه ديوب عطى كره المرابط سمحوا لي، المرابط غيرجع بلاصتو. هنا غنوليو بحال لاعبين ب10 جوج لانه كان 3 ديوب ما تحسبوش هنا، و5 ديوب غادي يتسلل، غادي يمشي غيخلي المرابط هو اللي قلب الدفاع هنا، غيمشي كلاعب حر ما حاسينش به، زايد بوحدو كيدور في التيران. ما هي استراتيجيه تكتيكيه في انك نسيتيهم في الضغط. فوالا الضغط ما كاينش لعاب اللي مراقبو هنا وواقف عليه. ابخي وصلتي للعرض بمزراوي اللي دار تحرك مزيان ومشى بالكره. نهضروا على الكواليتي ديال الحاج مزراوي اللي انا بالنسبه لي خصني يبنوا ليه تمثال، لانه لعاب عنده الايكيو، عنده الوعي بالمساحات، فايت كاع اللعابه ديال المنتخب تبارك الله. لعاب تجربه، لعاب اسطوره بالنسبه لي في المنتخب الوطني المغربي. هنا نهضروا على التبديل ديال الطالبي. علاش بدل الخنوس؟ لانه ما بغاش بازال لعاب اونطر ليلين، بغى لعاب يعطيه العرض اكثر. هادشي اللي غيدير الطالبي، وميم طو عارف لا كاليتي ديال الطالبي في لي سونتر اللي كيدير كما كنقولوا دي سونتر حارين. وهنا غنهضروا على ديوب هو دابا نحسبوه، لانه هنا ولينا لاعبين على العمق ديالهم، ولينا 4 ولا ما يحسوا غنوليو 4 كونتر 4، ما عندهمش لعاب اللي يغطي، وغنماركيو الهدف ديال التقدم ديالنا او التعادل ديالنا، وهدف اللي اون توكا ماركا عيسى ديوب.